السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي بأخبار عن بيع دمى جنسية قابلة للنفخ في المغرب العربي بإحدى أسواق مدينة الدار البيضاء، مما أدى لمداهمة الشرطة لبعض الأماكن بحثا عنها، ولكن دون أن يجدوا لها أثرا. وانتشرت إشاعة بيع دمى جنسية أنثوية قادمة من الصين وقابلة للنفخ في أغلب صفحات الفيسبوك، وتبادل السكان الخبر بشكل واسع وخاصة في سوق درب عمر، أحد أشهر أسواق العاصمة الاقتصادية، حيث يعمل فيه الكثير من التجار الصينيين. تداول الناس الخبر مرفقا بصور كثيرة ولدمى على هيئة أنثى ممتلئة بلباس مثير وصاخب وفي أوضاع جنسية مختلفة، بالإضافة لفيديوهات تشرح كيفية التعامل معها. وتبين بأن مصدر الخبر صور من الإنترنت وليس من المغرب. وقامت السلطات الأمنية بشن حملة تفتيش واسعة عن هذه الدمى في الأسواق التي كانت بمثابة التفتيش عن إبرة في كوم قش، بعد أن أثارت الإشاعة بلبلة واسعة في الشارع المغربي. وقام رجال الأمن بالنزول للأسواق التي يتواجد فيها التجار الصينيون، لكن دون جدوى. وبحسب الصحافة المغربية فإن الدمى الجنسية قد اختفت تماما، لكن الشك ما يزال يتربص بالتجار الصينيين، ومن المتوقع أن يتم تفتيش مخازنهم في الأيام المقبلة.